السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده. مرحبا بكم في قناه لنتعلم مع اسماء. فيديو اليوم ان شاء الله فيديو الشهده، كتجي رائعه اسفنجيه لذيذه وبمقادير بسيطه وسهله وفي متناول الجميع. كنتمنى تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير باش نشوفوا مقادير وطريقه تحضير هاد الوصفه. اذا لتحضير الشهده غادي نحتاج 2 بيضات، غادي نحتاج كاس كبير حليب، كاس كبير ديال الماء، نص كاس ديال الزبده مذوبه، نص كاس زيت، وكاس ديال السكر العبار بكاس العنبه. غادي نحتاج معلقه كبيره خميره فوريه، ساشي ديال الفانيلا وساشي ديال خميره الحلويات بيكينغ باودر، وغادي نحتاج الدقيق الابيض. اول حاجه غنديرها هي انني غادي نوضع البيض في الاناء اللي غادي نخدم فيه، وغادي نضيف السكر والفانيلا. سمحوا لي البنات، انا هنا وقع لي شي مشكل، ما عرفتش المشكل بالضبط فين كاين. انا هنايا كنت كنخدم وكندير كنخلط وكنعجن وكندير كلشي، وما عرفتش علاش وقف لي التصوير بحال هكا، بقى لي هكا تبلوكات الصوره وبقات. مهم انا درت البيض ودرت الفانيلا وخدمتهم بجوج مع سنيده، خدمتهم مزيان وضفت الزيت والزبده وضفت الحليب والماء، عاد ضفت الفورس، خلطت كلشي. والعجينه خاصها تكون جاريه ما تكونش قاصحه. صافي وضعتها جانبا. بالنسبه للحليب والماء يكونوا دافيين. غادي نوضعوا العجينه ديالنا جانبا ونخليوها تخمر. صافي بعد ما تخمر كنغطيوها بعدا مزيان باش تخمر لينا دغيا حيت الجو برد. صافي بعد ما خمرات ضعف الحجم ديالها 3 المرات كما كتشوفوا امامكم. والعجينه كما قلت ما خاصهاش تكون قاصحه، تكون شويه جاريه باش البريوش ديالنا اولا الشهده ديالنا تجينا اسفنجيه. كما كتشوفوا عندي المول هنايا دهنته بالزيت، وغادي نحتاج ايضا زيت باش نبقى ندهن يدي باش نخدم. وغادي نحتاج شكلاط. بالنسبه للشكلاط تستعملوا اي شكلاط عندكم، ممكن تستعملوا شكلاط حجره بحال هكا، اولا تستعملوا نوتيلا او اي شوكولا اللي دهن عندكم في الدار. كما شفتوا غادي درت الزيت دهنت يديا. صافي غادي نبدا نشكل هكا على شكل بتي بان اولا بريوش، وغادي نبدا نوضع في المول. كنصايب كره بهذا الشكل هذا، وكنديرها تنحشيها بالشكلاط وكنوضعها في المول. طريقه سهله كلشي عارفها، يعني بحال الا كنصايب البتي با، ولكن كنلصقهم في المول. كنوضع وحده حدا وحده، ما كنخليش بيناتهم اسباس. كنستمر بنفس الطريقه، كنصايب كرات صغار ديال الشهده كنحشيهم بالشكلاط. ممكن ديروا اي حاجه، ممكن ديروا مربى، ممكن ديروا اي حاجه تحشيو بها، وممكن تخليوها هكاك. الكرات يكونوا متساويين، يعني ماشي شي صغير شي كبير، يعني نفس القياس. دائما كنستعن بالزيت باش العجينه ما تلتصقش ليا في الايادي. بالنسبه للدقيق، هاد الوصفه هذه خدت ليا تقريبا، نقول لكم تقريبا 2.5 اولا 400 حتى ل 500 غرام ديال الدقيق. صافي بعد ما ساليت تكوار ديال العجينه كامله، صافي كنحاول نقرصها شويه هكا بيدي، شويه برفق ماشي بزاف. صافي غادي نخليوها جانبا تخمر، وبعد ما تخمر غادي ندهنوها باصفر البيض. غادي نضيف عليه قطرات من الخل الابيض، وغادي نخلطها مزيان وندهن بها الشهده ديالنا. كما كتشوفوا داك الصفر انا خليت فيه شويه د البيض باش يكفيني، وزولت شويه وخليته جانبا. صافي غادي ندهن هكا بالصفر، البيض ما غاديش نحتاجو.
صافي غادي ندهنها مزيان مزيان كامله. وبالنسبه للفرن راني شعلت عليه خليته يسخن. غادي نطيب الشهده الطياب العادي ديال الكرواسه اولا الطياب بحال ديال الكيك. غادي نشعل عليها من التحت نار هادئه، ما تكونش مجهده وما تكونش خفيفه بزاف، يعني ماشي هادئه فوق هادئه شويه. صافي وما تكونش مجهده باش البريوش ديالنا يطيب لينا من الداخل ومن الفوق ويتحمر مزيان. يعني الا جهدتوا ليه الهافيه غادي تشوط لكم على برا والداخل ما غاديش يطيب مزيان. صافي بعد ما خرجنا الشهده ديالنا من الفرن كما كتشوفوا جات اسفنجيه ورائعه رائعه كتشهي زوينه بزاف. كنتمنى تجربوها. عندي هنا المربى وعندي الكوكو. غادي نحاول ندهن الشهده. الا بغيتو تخليوها كما هي خليوها، ممكن تزينوا باي حاجه، ممكن تدهنوها بالنباج وتزينوها كما بغيتو بالمكسرات اولا الكوك كما درت انا اولا اي حاجه عندكم. صافي كنزين بالكوكو. صافي غادي نقطع واحد الجزء باش تشوفوا لداخل كيفاش كتجيش معجنه نهائيا، كتجي رائعه، كتجي قطنيه. وفقط بجوج بيضات كتحصلوا على هاد الشهده تبارك الله بهذا الحجم. هذا حجم عائلي. ها هي نقسمها معكم كما كتشوفوا رطبه قطنيه اسفنجيه. كنتمنى وصفه اليوم تعجبكم بزاف، وكنتمنى منكم بالنسبه للاخوات الجداد يشتركوا عندي في القناه ويضغطوا على الجرس ويضغطوا على جيم. وشكرا. كنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم الزوينه.